يلا نسمي الله ونعمل مع بعض أحلى صينية فراخ بالبصل التحفة بالصوص الجميل اللي احنا شايفينه ده. هقولك هتعملي الصوص ده ازاي، هتوصليها للشكل الجميل. الفرخة دي هتقضي 8 أفراد لأنها كبيرة وجميلة. هقولك هتعملي فيها ايه. كده وجبة ل8 أفراد من صوص اللي هتكفينا، ان فيها صوص جميل قوي. والرز الخضار البسمتي التحفة هعمله بطريقة جميلة. شفتوا الرز جميل قوي، عملته بطريقة حلوة. الفراخ اتقدمت معاه بالشكل الجميل. الفرخة دي هتكفي 8 أفراد. الصوص ده هيكون هو الحاجة الجميلة اللي هتتحط على الرز والبصل المكرمل الجميل. يلا بينا على الفيديو، هوريكي ازاي تعملي أحلى صينية فراخ بالبصل تكفي 8 أفراد والشكل التحفة الرائع دوت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة حسين من مطبخ أكلاتي. يلا نشترك في قناتي ونعمل لايك وشير ونفعل الجرس على كلمة الكل. يلا نجيب بقى فرخة كبيرة حوالي 100 يعني ما بين 1000 سوري 1800 جرام، اللي هو 2 كيلو او 2 الا. زي ما احنا شايفين حطيتها في المحلول النقع بتاعها الجميل اللي بالخل والملح والليمون. وهنحضر بقى مع بعض حوالي نص كيلو من البصل، 3 من الفلفل الألوان أو الرومي أو المتواجد. ومعانا البهارات التحفة. دي بهار كان عندي مستورد جميل، مفيش بتستبدليه ببهار الفراخ عادي جدا. بهارات فراخ معانا الكاري الجميل، ومعانا السماق، ومعانا فلفل أسمر وحبهان ولوري وملح. هاتي بقى الفرخة وهنقطعها بالطريقة الجميلة دي. الأول هنجيب البصل هنقطعه جوليان، وهنقطع الفراخ بطريقة جميلة. شقي كل فرخة بالطريقة ديت. وممكن تمسكي بقى الورك عشان يبقى 8 أفراد، هتقسميه على 2 لأن الورك كبير والصدر برضو معانا كبير زي ما احنا شايفين كده. تيجي بقى شقيه كده شقتين. الشق ده بيخليه يستوي بسرعة وبيدخل التتبيلة فيه وبيبقى جميل جدا. وهبتدي برضو اخد الورك وهشقه كده حاجات بسيطة زي ما احنا شايفين. وهناخد الصدر التاني كبير وجميل جدا، هيبتدي الصدر يتقسم على 2. أصبحت الفرخة كده معانا ممكن تقضي 8 أفراد. البهارات اللي معانا جميلة جدا. الملح ممكن بصي بهارات الفراخ مع الملح والفلفل الأسمر والسماق كافي جدا يديكي تتبيلة تحفة. يلا بقى ايه، هاتي بعد ما قطعناها وظبطناها كده وشقيناها هنجيب صينية. عايز صينية عندك ابتدي انزلي بالفلفل الألوان وحوالي نص كيلو من بصل الجوليان. او هتقطعيه كده زي ما احنا شايفين. وهتبتدي تحاولي تخليه حلقات خفيفة. يلا بقى البهارات الجميلة اللي قلنا عليها، اللي هي الملح والفلفل الأسمر والحبهان ورق اللوري، 2 فص من الثوم، السماق، بهارات الفراخ. وهاتي نص ليمونة واعملي التتبيلة التحفة ديت. أي بهارات موجودة عندك بتكفي قوي لتتبيلة الفراخ أو الصينية ديت. هنحط حوالي ربع كوباية من الزيت أو الكمية اللي انت حباها. ادعكيهم حلو قوي وانزلي بالفراخ اللي احنا غسلناها وشطفناها من محلول الملح وقطعناها بالشكل الجميل. ويلا تبليها بالبصل والفلفل والبهارات الجميلة. اللي مش حابب بهارات كتير بتكتفي ببهار الفراخ والملح والفلفل الأسمر والحبهان بس، هيديكي تيست عالي جدا. ابتدي بقى تبليها حلوة قوي، تتبيلة جميلة. ممكن تحطي البصل جوه الجلد وابتدي رصي الفراخ. انا عايزاكي تعملي قاعدة من تحت من البصل الجميل اللي احنا تبلناه. وابتدي ارفعي بقى بعد ما دعكتي الفرخة حلو بالبصل، افرديها فوق الوش. عندي هنا كانت معلقة بسيطة قوي من الليمون، عصرت نص ليمونة الأول. وعندي كان شوية كده من دبس الرمان، خففتهم بمعلقة خل ومعلقة زيت خفيفة وليمون. وابتديت أنزل بيها على الفراخ. لو عندك دبس رمان ما عندكيش مفيش مشكلة، لو متواجد أوكي، مش متواجد مفيش مشكلة. الخطوة دي عادي استغني عنها. عايزة تاني بعد ما تخلصي الرصة شوية من الفلفل الأسمر ورشي الفراخ. الفلفل الأسمر بيدي تست عالي قوي للحوم. هاتي كوباية مية
او مج كبير قوي، وابتدي كده بقى ايه دخليه في التتبيله وحطيه على الفرخه. رفعت الفراخ بقى على البوتاجاز لمده كده تقريبا 7 دقايق او 10 دقايق لغايه ما غلت معانا. وبعد كده حطيت ورق الزبده وعليها ورق الفويل، قفلتها كويس قوي وهدخلها على الشبكة. عايزاها تستوي حلو قوي من غير ما الوش يحمر. تمام، عبال ما تستوي هتاخد حوالي ساعة الا ربع في الفرن. عبال ما تستوي هبتدي اعمل الرز الخطير، الرز اللي هو هعمله بالخضار. حطي بقى حوالي نص كوباية من الزيت، وعندي حوالي 3 كوبايات من الرز البسمتي غسلتهم. وهبتدي الاول انزل ببصله صغيره. البصله دي هبتدي مش هحمرها، انا هديها بس تشميعه بسيطه جدا. وبعد التشميعه دي هنزل عليها ببهار لذيذ قوي. هنزل عليها بالفلفل الاسمر ومكعب من المرقه، ورق لوري، كام فص من الحبهان والقرنفل. ابتدي بقى فككي كويس قوي المرقه في الزيت وقلبيهم، هتشمي ريحة في البيت رهيبة. ريحة التتبيلة الجميلة مع البصلة وهي بتتقلب في زيت الجميل، بس زيت يكون ريحته حلوة. وانزلي ب3 كوبايات او اي كمية انت حباها الرز البسمتي. بعد ما بنغسله هننزل عليه على التتبيلة الحلوة اللي انا عملتها، وابتدي بقى قلبيه كده حلو قوي. الرز يا جماعة البسمتي، كوباية الرز البسمتي عليها كوباية ونص من المية. انزلي بالملح ويلا بقى احلى خضار موجود عندي. كان عندي فلفل الوان وبطاطس وجزر، اعملي الكمية اللي انت بتحبيها. انا حطيت من كل حاجة واحدة. وابتدي قلبي كله بقى، وابتدي فلفليه زي ما بتفلفلي اي رز عادي. تقليبه بسيطه، تقليبتين، تكوني مجهزه الميه السخنه علشان بعد التقليبتين الحلوين دول هتنزلي على الرز الجميل اللي بالخضار بالميه مغليه. ما تحطيش ميه بارده، الميه تكون مغليه. غطيه بقى كويس. انا طبعا عارفه مكيال ايدي ازاي، لكن انت زي ما قلت لك الكوبايه عليها كوبايه ونص ميه، ما تزوديش حتى لو حاطه خضار، كله هيستوى من بعضه. تمام، اهو استوى معايا بحوالي تلت ساعه. كان الرز جميل وتحفه واستوى معايا وشكله جميل جدا. بحب اغطيه بمشمع عشان يستوي معايا بسرعه بعد ما بيتشرب. بصوا زي ما انتم شايفين كده. انا شلت دلوقتي كمان الحاجات كانت فوق الوش اللي هو الحبهان ورق اللوري، ابتدي انزعيه بعد السوا تماما. وهعمل حركه وتكه تحفه. هاتي حته من الفحم على ورقه فويل ونقطه من الزيت عليها وغطي، وكلي احلى رز بالخضار بريحه الفحم الخطيره. تمام كده خلصنا الرز. ويلا بصيت بقى على الفراخ، لقيتها ما شاء الله بقت جوسي واستوت والصوص بتاعها تقيل وجميل. لكن انا عايزاها بقى تحمر. انا قصدت اعمل حركة الورق الفويل عشان تاخد سواها تماما من غير ما تحمر، من غير سوا. بعد ما استوت خالص، اي صلصة عندك موجودة او بوريه من الطماطم او الكاتشب، اي حاجة موجودة، ابتدي ادهني الوش كده للفراخ عشان تديها لون حلو. حتى لو مش متواجد عندك مفيش مشكلة، هتبتدي تفتحي عليها الشواية وخلاص. يلا خديها بقى وخشي بيها على الشواية علشان الوش يحمر، وفي نفس الوقت هتلاقي الصوص كده بقى تقيل اكتر واحلى. اخدت بالظبط تحت الشواية 10 دقايق وطلعتها بالشكل الخطير. تحفة 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 بجد، وريحتها في البيت ملهاش حل، واستوت وجميلة. النوع ده من الأكلة ما بيكونش عايز تتبيلات كتير، على طول بتخلص معانا في نفس الوقت. يلا بقى اديها كده ريحة الفحم التحفة، الريحة المميزة، الأكلة الجميلة. زي ما عملنا في الرز برضو، ورقة فويل وقطعة من الفحم ومعلقة زيت وغطيها. دخان الفحم بيجي على الرز وعلى الفراخ، بتاكلي بجد حاجة كده فندقية خطيرة. أكل شيفات يا جماعة، مش ستات بيوت خالص. جميل جدا. خلاص بعد ربع ساعة شلت بقى الورقة وخدت الدخانة الجميلة. وبصوا بجد الفرخة استوت وجوسي وتحفة. الأكلة دي ما خدتش معايا كلها على بعضها ساعة، وريحتها جميلة وجميلة قوي. حلوة قوي لضيوفك تقدميها، مش محتاجة معاها إلا طبق سلطة.
مش أكتر من كده. وخلص الرز وقدمته بالشكل الجميل. ويبصوا الفراخ وحمرة جميلة وقدمتها بالشكل الحلو ده. ويا ريت اللي عجبه الفيديو لايك وشير، وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.